الفيديو الثاني من فيديوهات التعديل على قالب 4.7. فلو انت مش شاري القالب هسيبك لينك شراء القالب من موقع خمسات وموقعنا الرسمي تحت اسفل الفيديو مباشره. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخوان؟ بكونوا كويسين. المره اللي فاتت او الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي تعدل على القائمه الرئيسيه اللي فوق اللي هي الموجوده اللي هنا، وازاي تعدل على شريط الاخبار، وازاي تضيف الاعلان ده لو انت عايز تضيفه. تعال نظهره كده مع بعض. تدوس على الدايره اللي هنا وتدوس حفظ، اعمل ريفريش للموقع بتاعنا. زي ما انت شايف الاعلان ظهر معانا طبعا. تمام، حلو قوي. واتكلمنا عن الجديد اليوم من شريط الاخبار المتحرك ده او شريط التايتل المتحرك ده. بعد كده عندك كلمه الرائجه، برده نفس الكلام. عن المشاركات برده بتحددها زي ما انت عايز، نفس الفكره هي بالظبط. تمام. الحاجه المتكرره بحاول اعديها بسرعه علشان انت بتبقى عارفها يعني. طيب ننزل تحت شويه. عندك هنا الرائجه اللي هي العناصر اللي فوق دي تبدا تحددها زي ما انت عايز. تمام. عندك بعد كده على الشمال عندك مواقع التواصل الاجتماعي وهي اللي موجوده هنا، وتبدا تعدل عليها زي ما انت عايز. طيب حلو قوي. هدوس على علامه القلم زي ما احنا عارفين. عندك هنا تويتر، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، زي ما انت عايز. الحاجه اللي انت بتعدل عليها بتدوس على علامه القلم من هنا وتبدا تحط الرابط بتاعك. يعني مثلا عايز احط الرابط تحت تويتر فاكن ده الرابط مثلا. تمام. وتدوس حفظ، وبعد كده تدوس حفظ هيبدا يضاف معاك الرابط عادي جدا من غير اي مشاكل. نفس الكلام مع الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام. طيب حلو قوي. بعد كده عندك الاكثر شعبيه وهي برده خاصه بالمشاركات، ان هو برده بيجيب لك ايقونه بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، بتبدا تعدل عليها وتختار الحاجه اللي انت عايزها. معظم السلايد اللي هنا خاص بالايقونات الشعبيه او حاجه بالمقالات اللي الموقع بتاعك بيتشهر بيها. تمام. وده حاجه كويسه مش حاجه وحشه يعني. بعد كده برده عندك منوعات زي ما انت شايف هنا اهو. وعندك بعد كده اعلان. الاعلان بينفع تحط الشفره الاعلانيه زي ما احنا عارفين ومتعودين. بتدوس على القلم وتحط هنا الشفره الاعلانيه، تدوس بس على القلم تحط هنا الشفره الاعلانيه، او سواء هتقفلها خالص زي ما انت عايز. وبعد كده عندك اخر التعليقات لو انت عايز تضيف تعليقات للناس اللي بتعلق عندك هنا. وبعد كده عندك تصنيفات او تسميات، وزي ما احنا قلنا هي التصنيفات اللي انت بتختارها في المقالات بتاعتك. وينفع طبعا زي ما انت عايز تغير عنوان الكلام ده لو انت عايز تغيره او تشيله زي ما انت عايز. يعني مثلا التسميات دي لو انت عايز تغير الاسم بتاعها مثلا بتغير كده، تمسح الكلام ده وتحط اللي انت عايزه. عايز تمسح الاسم خالص برده لك مطلق الحريه. دوس على مثلا حفظ، اعمل ريفريش للموقع بتاعنا، تبدا تنزل تحت خالص هتلاقي تصنيفات موجوده عادي بس من غير عنوان زي ما انت عايز. في ناس ما بتحبش تحط العنوان ليها، دي حاجه حسب رغبتك انت. انا بعرفك بشكل عام وانت بتشتغل. خلصنا من القائمه اللي على الشمال نبدا نخش على الرئيسيه اللي تحت. برضه نفس الكلام. عندك متنوع ومتنوع متنوع، كلها خاصه بالسلايد اللي عندك. يعني عندك ده سلايد واحد، بعد كده عندك برضه سلايد بشكل محترف جدا. هنا السلايد كبير وبعد كده سلايد مختلف. لو انت عايز تعدل عليها بتدوس على مثلا المتنوع الاولانيه دي، انا مخليهم لك كلهم اسماء زي بعض، وتبدا تحدد الحاجه اللي انت عايزها. عايز تغير الكميه مثلا 4 دي تخليها 6، تخليها 8 زي ما انت عايز. وانا بفضل تخليها زي ما هي ما تلعبش فيها. تمام. نفس الكلام مع اللي تحتيها ونفس الكلام مع الاعلان، برضو الاعلان اللي بيظهر عندك هنا. تمام. بعد كده عندك التسميات ومواقع التواصل الاجتماعي، دي حاجات مالهاش لازمه، انا قافلها علشان مش هتكون ليها لازمه عندك في القائمه الرئيسيه. اصل انت ضايف مواقع التواصل الاجتماعي في القائمه اللي على الشمال، هتيجي ضايفها تاني في النص سهرايه، يعني الموضوع هيبقى شكله رخم، وده الاعلان اللي احنا قلنا عليه. فما تبقى ما ترخمش على الزاير اكتر ما هو مترخم يعني، فاهم يعني؟ شايف ده يخش يستحب المكان. ادي عنده الاقسام وادي عندي الاعلان والشريط المتحرك والكلام ده. برضو لما يخش من على التليفون هيلاقيها نفس الموضوع. حلو قوي. عندك موقع التواصل الاجتماعي، سلايد، اعلان ثابت، كل الايقونات دي انت هتعرف تشتغل عليها. موضوع سهل وبسيط. زي ما انت شايف نبدا ننزل مع بعض اهو. كل دي سلايدات ننزل 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 لحد ما تقابلنا اخر حاجه الاعلان متجاوب. وهتلاقي الاعلان ده برضه نفس الكلام موجود هنا وتعدل عليه. واخر حاجه موجوده عندنا في الصفحه وهي عن الموقع. ايه هو عن الموقع ده؟ يعني الصوره اللي موجوده عندك والنص اللي انت عايز تضيفه. يعني انت مثلا عايز تكتب موقعنا بيتحدث عن كذا، موقعنا بيتكلم عن التكنولوجيا، موقعنا بيتكلم عن الارباح، موقعنا بيتكلم عن الالعاب، زي ما انت عايز. نفس الكلام على الايقونات هي هتلاقي معظم الايقونات متشابهه، اصلا مش هتلعب في حاجه. الحاجات اللي بركز لك عليها هي المهمه بس. تمام. حلو قوي. هتبدا تنزل تحت شويه برده. عندك هنا المتنوعات اللي هو السلايدات اللي موجوده هنا، السلايدات اللي موجوده في القائمه الرئيسيه. تبدا تنزل تحت شويه كمان. عندك برده ده اعلان اهو مكتوب عليه ADS يعني اعلان. نفس الكلام بقول لك ادسنس او ماجيك، يعني لو عايز تحط صوره زي ما محطوط قدامك كده او تحط الكود الاعلاني بتاعك. وبعد كده خالص عندك عن الموقع. ايه بقى عن الموقع دي؟ اللي هي ظاهره تحت عندك خالص. نروح مع القائمه الرئيسيه. عندك هنا الصوره وعندك النص ده. لو انت عايز تغير النص ده وعايز تغير الصوره دي بتدوس طبعا على علامه القلم من هنا. عندك زي ما انت شايف ده النص اللي انت هتغيره اللي هو ظاهر عندك اهو. هذا النص اللي هو ظاهر عندك في القائمه الرئيسيه. وطبعا الصوره بتغيرها عادي جدا زي ما احنا عارفين. بتدوس على كلمه تحميل الصوره وتبدا تختار اختيار ملف وتبدا تحمل الصوره عادي جدا، نفس الصوره اللي انت كنت حاططها عندك في الموقع فوق.
تمام. عايز تضيف اسم برضو انت حر، يعني الحاجه دي حسب رغبتك انت. نفس الكلام حسب النص برضه على حسب رغبتك انت. بعد كده عندك كلمه تابعنا، وتابعنا دي اللي هي الايقونات بتاعه التواصل الاجتماعي اللي موجوده عندك اللي بشكل احترافي، فيسبوك وتويتر ويوتيوب زي ما انت شايف انا بحرك لك قدامك اهو. هتدوس برضه على علامه القلم وتبدا تحط الروابط بتاعتك انت عادي جدا من غير اي مشاكل. انا بحاول اجري بسرعه لان الكلام ده انا قلته في قالب 1.6، ممكن تروح تتفرج على الفيديوهات او قلته في الدوره بتاعتنا. تمام. انا بحاول بس اديك نبذه سريعه عن الادوات يعني. بعد كده عندك كلمه الصفحات، ودي برده مهمه اللي انت من خلالها بتقدر تضيف الصفحات الخاصه بيك انت اللي هي اتصل بينا واتفاقيه الاستخدام وسياسه الخصوصيه. دول مهمين جدا جدا جدا، وهنتكلم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ازاي تضيفهم. تمام. بس خليك عارف دلوقتي هم موجودين هنا، فسيبنا منها دلوقتي وخلينا نتكلم عليها، اللي خلينا نتكلم عن الصفحات وازاي تعدل عليها لما نيجي نتكلم عن اضافه الصفحات. تمام. بس الموضوع سهل برده، بتدوس على علامه القلم من هنا وتروح على الرابط بتاع اتصل بينا وتدوس على علامه القلم وتحط الرابط بتاع الصفحه بتاعتك انت. تمام. وبعد كده تدوس على كلمه حفظ. بعد كده عندك حقوق القالب، وزي ما احنا عارفين وقلت في الفيديو بتاع 1.6 ان الحقوق دي ما تعدلش عليها طول ما انت مش شاري القالب بحقوق ملكيه. بمعنى انت شاري القالب ب $5 بس، فما تعدلش على الحقوق، لان انت لو عدلت على الحقوق لو حبيت تحذف اي حرف هيفضل زي ما هو. ده اول حاجه. تاني حاجه لو حذفتها خالص، لو انت جيت حذفت الكلام ده كله كده وخدته قص ومسحت ودوست حفظ، تلقائيا الموقع هيتحول على القالب الاساسي. يعني انت لو دوست حفظ دلوقتي ورحت عملت عرض للمدونه، بص مش هيوديك على القالب بتاعنا، لا بص ودانا على 1.7. بص تاني، بص تعالى نعمل عرض للمدونه، بص هيودينا على القالب الاساسي تحويل اتجاه لوحديه. لكن لو سبت الحقوق زي ما هي اهو، دوسنا على القلم ودوست هنا اهو على القلم وحطيت الكلام زي ما هو ودوست حفظ وعملت عرض للمدونه، هيعمل عرض للمدونه عادي جدا من غير اي مشاكل. وقلنا برضو علشان تعدل على الحقوق دي وتضيفها لحقوقك انت، يعني تخلي الاسم اللي تحت خالص ده، بص الاسم اللي تحت خالص ده اهو باسمك انت وبحقوقك انت وبالكلام اللي انت عايزه، بتشتري اضافه الحقوق وهي ب $10. تمام. يعني كله على بعضيه $15، يبقى القالب ملك ليك 100%، انت اللي مسؤول عنه في اي حاجه، ودي حاجه مميزه جدا. وطبعا زي ما انت شايف معاك فيديوهات الشرح. بس واخر ايقونه عندك اللي هي ايقونه القبول اللي انا قلتها لك في اول الفيديو. لو انت خدت بالك في اول الفيديو ظهر لك اشعار كده بتاع قبول الاشتراطات، نفس الكلام عندك اهي، وما تعدلش عليها، سيبها زي ما هي. كده يعتبر خلصنا اول ادوات معانا في صفحه التنسيق اللي اتكلمنا فيها عن كل حاجه. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الصفحات زي ما قلنا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واستنى الفيديو الجاي.